بص يا حبيبي، طبعا انا بحمد ربنا، بقول الحمد لله والشكر لله اللي محدش حصل له حاجه يعني، فالحمد لله. طبعا بصوا طبعا المنظر كل ده، يعني المفروض الحته دي انا بقف تحتيها على طول، فبقول الحمد والشكر لك يا رب اللي محدش طبعا، ولا انا ولا حد من ولادي ولا اي حد حصل له حاجه، لان كان ممكن اي حد يقف في الحته دي يكون بيعمل حاجه. فالحمد لله طالما احنا بخير الحمد لله، بقى نعمله حاجه حلوه كده بسيطه وفعلا اقتصاديه قوي وطعمها جميله جدا ومفيهاش اي تكلفه، مش هيبقى بقى خسارة بقى ونكلفه يعني. هنجيبه كوبايتين ونص سميد، يعني نص سميد ومعاهم كوباية سكر ومعلقتين جوز هند، الجوز هند ده اضافي ومعلقة كربوناتو ورشة ملح. وهنا دي حبيبي برضو ايه، حطيت ملح ليمون، لان المفروض في الوصفة دي بنحط نص ليمونة، فانا معنديش ليمون، رحت حاطة آه، طرف كده المعلقة ملح ليمون وعليها كوباية مية. هي دي بس المقادير كلها بتاعتنا، يعني في انها هريسة اقتصادية جدا مفيهاش اي تكلفة خالص، ولا بايدك ولا باي حاجة، جنب معلقة كده هتقلبيها وخلاص، على كده خلصت. بس حبيبكم اجيب بقى معلقتين عسل واحط عليهم معلقتين مية، ده ايه اللي هو هنحطه تحت في الصينية، ومش هندهنه ولا سمنة ولا اي حاجة، احطها في الصينية من تحت. اهم حاجة بقى في الهريسة دي، انتي بتحطيها في التلاجة ساعتين تلاتة، ان انتي تسيبيها شوية في التلاجة عشان خاطر ايه، يعني تديك القوام اللي انتي عايزاه، يعني القوام الحلو يعني. يعني كل ما بتسيبها في التلاجة بتبقى احسن. بس يا حبيبي كده خلاص خلصت. طبعا محطناش اي حاجة، هو كوباية سكر، كوبايتين ونص سميد، رشة ملح، وبرضو رشة ملح ليمون، ومعلقة بيكربونات صودا، ومعلقتين عسل اسود بس، وكوباية مية. هي دي الوصفة بتاعتنا كلها، والله وصفة اقتصادية جدا بس طلعت حلوة اوي. واهم حاجة بقى اخبط الصينية كده خبطتين وحطها ايه في التلاجة. بعد كده ما تحطيها في التلاجة ساعتين كده ولا حاجة، طلعيها قطعيها، تكوني مسخنة الفرن، ونعمله ايه العسل بتاعنا، كوبايتين سكر معاهم ايه كوبايتين مية. ما بتحطيش زيني، بتحطيش مكسرات، ما بتحطيش، مش فارقة كتير يعني. يعني انت عايزة تحطي حطي، مش عايزة تحطي ما تحطيش. بس يا حبايبي دي بعد ما طلعت مكان التقطيع اللي انا ايه قطعته هنا. بص يا حبايبي انا حطيت معلقة زبدة، اللي مش عايز يحطها برضو ما يحطوهاش، بس انا قلت انا ما حطيتش حاجة خالص، رحت حاطة معلقة زبدة كده كبيرة مع العسل وفانيليا. انا برضو ما جبتلكوش الخطوة دي عشان طبعا كلنا بنعمله، بس انا قلت الهريسة اقتصادية جدا، فقلت ايه اللي انتوا تجربوها يعني، ومرملة وجميلة جدا ومفيهاش اي تكلفة. طبعا احنا عملنا الهريسة الاسكندراني، فدي مفيهاش اي تكلفة يعني. يعني ما عندكيش حاجة بقى، شوية مية بسكر وسميد هتعملي احلى هريسة. بس يا حبيبي والله العظيم طلعت مرملة وجميلة جدا، جربوها يعني مش هتندموا، وفي النهاية مفيهاش تكلفة خالص. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.